كلنا يعرف أن في القدس حي المغاربة الذين جاءوا من أقصى الأطلس إلى فلسطين. لكم في القدس باب وأي باب، ولكم في القدس حارة وأية حارة. بلاد المغرب، وللمرة المليون بنقول بلاد المغرب غير دولة المغرب دلوقتي، علشان في ناس بتسطو على التاريخ وبتنسب كل ما هو مغربي ليهم. هل الجزائريين فقط هم اللي اشتركوا مع ابو مدين شعيب الغوث في تحرير بيت المقدس؟ لا طبعا، في جزائريين اشتركوا، في ناس جت من تونس اشتركت معاه، ناس جت من مراكش وناس جت من فاس، كان في مسلمين من كل شعوب شمال افريقيا اتحركوا منين؟ من منطقه بجايه. ولما نيجي نبص الباب دلوقتي، اليافطه اللي موجوده عليه غير اليافطه اللي كانت موجوده زمان، حصل تغيير وتزييف للحقائق. تلاقي اليافطه بقى اللي عملها المماليك مكتوب فيها ايه؟ هتلاقي مكتوب فوق باللغه العربيه باب المغاربه، تحتها مكتوب الترجمه باللغه الانجليزيه نورث افريكانز جيت، اهو باب شمال افريقيا او بوابه شمال افريقيا، يعني 1320 حاجه كده من 700 سنه. فاجي دلوقتي اغيرها واكتب عليها بلد المغرب لوحدها؟ طب ده ينفع؟ هاي تقنيه الفار خطورتها. تصوروا معي نحن في الدقيقه ال 120 من عمر المباراه، تعال انت وشوف. يا باب المغاربه، تحتها مكتوب الترجمه باللغه الانجليزيه نورث افريكانز جيت. دام لا سيح الحكم لم يتاكد بعد، عاودوا لي نشوف. يا باب المغاربه، تحتها مكتوب الترجمه باللغه الانجليزيه نورث افريكانز جيت.